الاهتمام الزيادة قوي 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 ده بيقتل الحب مع الوقت. ليه؟ لأن الشخص اللي انت بتديله اهتمام كتير قوي ده وتطلع له كل شوية على السوشيال ميديا وعلى التليفون وانت عامل ايه واخبارك ايه، بيتخنق مع الوقت. تخيل كده معايا، لو انت بتحب حاجة حلوة وكل يوم اكلك من نفس الحاجة الحلوة دي، هيحصل لك ايه بعدها؟ هتتخنق. كذلك المشاعر اللي بتبقى اوفر مع الوقت بتقتل الشخص اللي قدامك ده، بيتخنق منك، يقولك بقى سيبني شوية يا اخي، ارحمني، انشغل بنفسك بقى شوية. الزيادة دايما في المشاعر بتقلب ضدها. لازم التوازن، وده اللي تلاقيه ربنا بيكلمنا عنه في أغلبية الآيات، إنك تكون متوازن. متوازن عشان تبقى مرتاح، تدي بس بتوازن. يعني في زوجة تقول لزوجها انت حياتي، انت عمري، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، وولادي وحياتنا، انتوا كل حاجة في حياتي. بلاش المبالغة دي في المشاعر.